احذر من 3 تصرفات مهمين جدا ومن 3 حاجات مهمين جدا. اوعى تعملهم مع طفلك. اول حاجه انك ما تكذبش قدامه. اوعى. الكذب او الكذب زي العدوى بالظبط، يعني ببساطه كده طفلك لو عرف انك بتكذب بيتعدي منك وبيتحول الى طفل كذاب، لانه بيلاقي بسهوله ان القدوه بتاعته بتكذب. وبلاش فكره قول له بابا مش هنا، عشان دي تعتبر كذب برضه. تاني حاجه، ما توعدش طفلك بحاجه انت مش هتعملها. دي من أسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعملها مع طفلك. ما تقولوش هجيب لك عجلة لو انت نجحت، ما تقولوش هجيب لك بلاي ستيشن لو انت عملت كذا، ما تقولوش هخرجك في مكان كذا لو انت بقيت كذا. ما توعدش بحاجة انت مش قدها. ببساطة طفلك بيفقد الثقة فيك، بيفقد ثقته فيك تماما. بعد فترة ببساطة مش هيسمع كلامك، لان هو انت بتوعده بحاجة وما بتعملهاش. فبالتالي سيان بالنسبة له، انا اتعب في نفسي ليه اذا كان بابا ما بيقدرش وما بيوعد بحاجة وما بيعملهاش. ده بجانب طبعا ان هو يبقى زي الحاجة التالتة، ما تهنش طفلك ولا تعاقبه قدام اي حد. هو اصلا في المطلق بلاش عقاب بدني او بلاش نهر او بلاش زعيق، وخاصة قدام الاخرين. الطفل لما بيحس ان هو اتقل منه او اهين قدام الاخرين، ثقته الشخصية في نفسه بتتهز تماما. وكمان ما بقاش عنده اي اي حاجة كده، يعني بينك وبينه العلاقة تقريبا كده بتبقى بدايتها بتروح. يعني خلاص انت قفلت له الموضوع خارج اطار المنزل ضبة ومفتاح. الطفل بعد كده هيتجنب الكلام، الطفل بعد كده هيتجنب الخروج معاك، الطفل بعد كده هيبقى في كده جاب، وحاجات دي ما بتروحش من القلب صدقوني. ببساطة لو انت حسيت ان طفلك عمل حاجة غلط، ممكن ببساطة ما تعملش اي رد فعل عنيف لحد ما تروح، وتبقى تعاقبه زي ما تحب بدون اي حاجة فيها عنف او اهانة او ضرب، وتبقى تتفق معاه على عقاب مسبق. وساعتها الموضوع هيبقى احسن او اسهل بكتير.